تعالوا نعمل مع بعض بقى النهاردة أحلى مخلل لفت، بجد ده أوانه وده وقته، وبجد حلو جدا هيعجبكم جدا. أحلى مخلل لفت بجد هتاكليه، بيبقى حلو جدا وجنب بقى كل الأكلات، فول بقى، طعمية، أي أكل بصراحة مخلل اللفت بيبقى جنبه. تعالوا نشوف، بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف طريقتنا إيه. طبعا معايا انا جبت هنا 4 كيلو من اللفت. اول حاجه يا جماعه بنشوف اللفت بتاعنا ان احنا ننقيه ونشتريه ازاي. يفضل طبعا ان انت تنقي اللفتايه اللي هي تكون صغيره مش كبيره قوي، لان الكبيره دي يا بنات بتبقى شيخه، بتفتحيها من جوه تلاقيها عامله زي السفنج كده، فتبقى ناشفه جدا من بره، وتكون واحده حجمها زي اللي في ايدي كده، اللي هو الحجم الصغير. اول حاجه تبداي بالسكينه ننضف الحاجات اللي فيها اي شعيرات فيها. طبعا التينه دي احنا لسه عن مرحله الغسل، بس بفهمك هنا طبعا انت ما تقشريش القشره اللي بره. القشره اللي بره حلوه جدا، ما تقشرهاش طبعا. احنا بس بننضفها من اي الشعر، الحاجات اللي هي الشعر بالطينه، الحاجات ديت. والطينه طبعا تحت الحنفيه. بصي بقى تمسكيها وتقعدي تدعكيها، او لو عندك ليفه مخصوصه لغسيل الخضار تقعدي بقى او بالفرشه وبصي اغسليها كويس جدا. انا هنا طبعا، والعروق طبعا في ناس طبعا بتحب العروق، انا دايما لازم احب يعني اعمل شويه عروق كده مع اللفت، بحبهم جدا، بيبقوا تحفه جدا. برضو تغسليه كويس جدا من اي طينه جواه. بصي بوريكي النهار ان انا رحت غسلته ونضفته كويس جدا. شايفين اي حاجه فيه اي طينه، حتى العروق بتاعتي من جوه كده تمسكيها وتغسليها كويس جدا، لانها بتبقى شايله طينه جواها. شايفين؟ بس كده نبدا بقى نجهزه ونقطعه. هنا بقى بعد يا بنات اما جيت هقطعه، لو عندك القطاعه بتاعت اللفت اللي هي المشرشره دي تمام، ما عندكيش عادي جدا مفيش مشكله، دايما بقطعه بالسكينه مفيش مشكله خالص. بس هو يعني بنقول ايه، ان هو بيدينا شكل يعني. اي حد بقى هنشوف مع بعض ايه المشاكل اللي بتقابلنا في اللفت. ويا ريت تسيبوا لي في التعليقات يا بنات، لو عجبكم الفيديو طبعا لايك وشير للفيديو، واشتراك في صفحتي او اشتراك في القناه. ونشوف بقى مع بعض كل واحده طريقتها في تخليل اللفت ايه. هنا بقطع، بصي يعني يراعى جدا ان انت تقطعي قطع صغيره، القطع اللي انت تحبيها قطعيها عشانها. بس كده بوريكي بقى ان انا هكمل الكميه اهو. بصوا تقطعي كده اللفت، تقطيعه سهل جدا ومفيهوش اي مشكله خالص. هنا بقى بعد ما قطعته كده قطعته كله، شايفين؟ بصوا بقى هنبدا نعمل مع بعض ايه. انا طبعا هبدا دلوقتي هحط، بصوا انا قسمت الكميه عشان اعرف بس اقلبها في الملح. هجيب معلقه كبيره من الملح، هنسيبه في الملح. الملح طبعا تسيبيه، ممكن تعمليه الخطوة دي من بالليل لغاية الصبح. انا سبته بصراحة ساعتين ساعتين على جنب كده، او 3 ساعات، من ساعتين ل3 ساعات. تقلبيه كده كويس في الملح وتسيبيه في مصفى يتصفى خالص. انا هوريكي دلوقتي، بس انا بعمل كمية حبة بحبة عشان اعرف اقلبه في الملح كويس. هنا جبت الكمية التانية، هبدأ برضو اضيف عليها كده معلقة مليانة من الملح، او معلقة ونص، معلقتين ملح. تقلبيه برضو بالمنظر ده، وهنحط الكمية كلها في المصفى. بصي بقى هنا، ايوه كده. بصي قلبيه كويس جدا. بعد ما حطيت الكميه كلها حطي بقى تحتيها طبق عشان تنزلك الخطوه دي، بتنزلك تسحبلك اي مراره، لو في اي مراره في اللفت ولا حاجه. سبتهم بقى على جنب خالص. تيجي بقى المهم، اللفت مش بنحط له ميه من الحنفيه كده على طول، لا احنا بنغلي ميه نفلترها من الاخر ونسيبها تبرد تماما. بس هنا الميه سخنه معايا، هدوب فيها الحاجه اللي انا هدوبها، الملح بتاعي، علشان يدوب بسرعه. فانا حطيت ايه، قطعت البنجر معايا. طبعا لو مش عايزه تضيفي بنجر براحتك خالص مفيش مشكله. قطعت البنجر ونزلت بيه في الميه السخنه. وبعد كده لكل لتر من الميه، يعني ده لتر ميه، لكل لتر من الميه معلقتين ملح كبار، وربع فنجان خل صغير اللي انت شفتيه معايا القهوه، خل. ومعلقه واحده من السكر صغيره. السكر مهم جدا، بيساعد لك ان اللفت بتاعك يفضل لاخر لفتيه مقرمش جدا. خلاص تمام. وحطيت رشه بسيطه من الشطه، حابه تضيفيها ضيفيها، بتدي طعم حلو وما بتكونش حامي ولا حراق خالص. شايفين لون الميه بقى بتبقى حلو جدا من البنجر عشان بنقع البنجر معاه. هنا جيت بقى بعد الساعتين زي ما قلت لكم، صفى معايا الميه بتاعته. شايفين الميه دي انا برميها، انا ما بستخدمهاش تاني. الميه دي بقى سحبالك كل مراره اللفت اللي فيه، هرميها. وبعد كده نرجع نشوف اللفت بتاعنا. شايفين بقى هبط ازاي؟ بتجيبي بقى البرطمان بتاعك يكون مغسول كويس جدا،
ومتعقم كويس جدا. وانا البرطمان بتاعي بلاستيك، طبعا يفضل ان هو يكون ازاز، ولكن انا جيت عملت خطوه، اوعى حد بقى يحط في البلاستيك. لو بلاستيك كده يعني ايه مش تقيل محمل كده، ما تحطيش في ميه سخنه لانه ساح معايا من تحت كده زي ما انتم شايفين. فايه يعني اللي هو القعده اتعوجت معايا شويه. فهنا بقى تبدأي ايه، نزلت اول حاجه بوحدتين كده بالبنجر تحت، وزعي البنجر بقى في الليفت بتاعك. اول ما وصلت للنص هنا تاني، قمت حطيت برضو وحدتين بنجر صغيرين كده، وبعد كده كملي الكميه بتاعتك كلها. حطينا نبدأ بقى بعد ما الميه بردت معانا تماما، يعني المحلول اللي احنا عملناه يا بنات بعد ما برد معانا تماما، تبدأي تضيفيه بقى على الليفت بتاعك. فانا طبعا الكميه دي خدت مني 2 لتر ميه. يعني انا عملت معاكم لتر، وقلت لكم لكل لتر من الميه ممكن تقيسيه كده بشفشق الخلاط عندك، هتلاقي كده العلامات عند الالف كده، هو ده اللتر. او باي ازازه بيبسي عندك ولا حاجه، اللتر بتاعك بس كده. تحطي بقى وكل يعني غطاسيه كده. واللفت طبعا مش هنفتح عليه قبل 3 ايام، بعد 3 ايام هتاكلي منه يبقى زي الفل. شايفين بقى بيبقى روعه جدا. اوعي بقى اما نيجي ناخد منه بمعلقه ناشفه تماما، ما يكونش فيها ولا نقطه ميه، عشان طبعا المخلل ما يبص معانا. بعد ما هنا تقفلي البرطمان كويس جدا. هنبدا بقى في اول ليله دي، سيب البرطمان يعني مقلوب على وشه، بس طبعا مش مقلوب على وشه لوحده كده، يعني في اي صينيه غويطه او في اي حله تقلبيه على وشه ليله كامله. بعد الليله الكامله اقلبيه على ظهره عادي جدا، بس كده. وكلي بقى بعد 3 ايام احلى مخلي اللفت. مش عايزه اقول لك طعمه بيبقى فظيع وجميل. في ناس ما بتضيفش الخل يا بنات، بس الخل والله بيديله طعم حلو جدا، وده تسريع لعمليه التخليل بتاعته. لو انت هتخلليه لمده شهور قدام، لا طبعا مش هنضيف الخل عشان ما يتهريش معاكي. يعني لو انت عايزه تخلليه لسه بعد شهر ونص لرمضان ان شاء الله، او بعديها كمان، لا ما تحطيش خل، المحلول بس. اتمنى يكون الفيديو